هاد الايام الاخيره خرجوا بزاف ديال الفيديوهات على تصوير فيلم امريكي بالدار البيضاء وبعض لقطات الاكشن للمصارع والممثل جون سينا. ففي هاد الفيديو غادي نشوفوا تفاصيل تصوير هذا الفيلم، وجمعنا لكم اهم لقطات مشاهد الاكشن اللي تصوروا في المغرب. فقبل ما نبداو ما تنساش واحد لايك وسبسكرايب، فإلا ما عجبكش المحتوى ففي اي وقت يمكن لك تحيد داك سبسكرايب ونبداو على بركه الله. فجون سينا بطل في المصارعه الحره، بدات الشهره ديالو ببرنامج WWE اللي كان كيدوز في MBC اكشن. فمني كنا صغار فكنا كنتفرجوا له، وعنده واحد الدخله شهيره انحلبت المصارعه. وشارك بزاف ديال الافلام اهمها فاست اند فيوريوس، فكيتعتبر جون سينا من اشهر الممثلين في امريكا. فالفيلم اللي نايض عليه هادشي كامل الاسم ديالو كونفوا، وكتقول المصادر انه غيتم التصوير بالدار البيضاء مرزوقه ارفود. وحاليا تم اغلاق عدد من الشوارع في درب السلطان ودرب عمر لتصوير مطاردة ديال عدد من السيارات. وأضاف المصدر أن الفيلم مستوحى من فكرة لعبة الأطفال ماتش بوكس، وتم تخصيص حوالي 360 تقني مغربي في مجال السينما للإشراف على تصوير هذا الفيلم. إلى جانب جون سينا كتشارك في بطولة هذا الفيلم جيسيكا بيل. المهم الإخوان، فاحنا جمعنا لكم أهم اللقطات ديال هذا الفيلم، فغادي نكونوا تفرجنا الفيلم قبل حتى ما يخرج. فهاد الشيء كامل اللي كنشوفو وهاد اللقطات اللي كيبانوا لنا، فمني غادي يخرج الفيلم فراه غتلقاو واحد 10 دقائق اللي ممثله في المغرب. هاد اللقطه اللي كنشوفو دابا فراه هي ممثله في بودابست، وكنظن ان هاد الفيلم مثل في بزاف ديال الدول، والمغرب جزء من الفيلم غادي يكون في المغرب في بعض المناطق المغربيه.
هاد اللقطه ديال جون سينا مع الهليكوبتر. هاد اللقطه تصورات في هنغاريا بودابست. فبصراحة هاد الناس هاربين بسنوات ضوئية، فالإنتاج عندهم داكشي بروفيسيونيل، خدمة مزيانة، كيديروا إنتاجات واعرة على عكس الإنتاجات المغربية اللي كتلقى فيلم كامل كاس ما تهرشش فيه، وكتلقى ان هذا الفيلم عنده دعم من الدولة وبزاف ديال الفلوس خاسرين عليه، هو فيلم حامض وما فيهش حتى شي حاجة مزيان. هاد الخسائر اللي كنشوفو ديال السيارات ديال الطريق اللي في المغرب راه كاملة عندها ميزانية ديالها، ميزانية ديال الفيلم، وهادشي كامل غادي يتم الإصلاح ديالو. بالنسبة لديك اللقطة ديال النفق اللي في الدار البيضاء، ديك الحديدة اللي دازت فيها الطوموبيل، راه غادي يتم الإصلاح ديالو، وهادشي كامل الميزانية ديال الفيلم. والمغرب بدوره غيكون مستفد لأن فيلم عالمي تصور عندنا هنا، وهذا غيعطي واحد الشهرة للأجانب اللي غيشوفوا هذا الفيلم وغيبغيو يجيو للمغرب. فماشي أول مرة غادي يتم تصوير فيلم أجنبي، فبزاف ديال الأفلام دازو في المغرب، ومن أشهر هاد الأفلام ميسيو امبوسيبل ديال توم كروز. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اذكر الله بهذا الذكر في طريقك وفي مسيرك وفي سيارتك وفي كل مكان، ويكفيك من فضل هذا الحديث وهذا الذكر. شوفوا معنا غير الماتريال اللي مصور به الفيلم، درون، طوموبيلات، شي حوايج راه عمرنا ما شفناها، فراه داكشي عندهم احترافي، وصلوا لواحد النيفو اللي هارب بزاف. ودابا وصلنا للاخر ديال الفيديو، فما تنساش واحد لايك وسبسكرايب. نتلاقاو في الفيديو الجاي.